يا جدعان السيسي بنفسه هدد ترامب وقالوا لو قطعت المساعدات احنا ممكن نلغي اتفاقيه السلام كلها. يا عم ده بس ما تقعدش تأفور بس وتقول كلام وخلاص. يا ده هو انا اللي بقول، دي صاحب ذا تايمز اوف اسرائيل لما تصدر من الكيان نفسه. كاتب اسرائيل اسمه يوئيل بن نون كاتب مقال كامل كاتب فيه اللي حصل الفتره اللي فاتت ما بين الرئيس السيسي وترامب على شكل حوار كامل. ترامب اما يقول للسيسي لو ما استوعبتش النازحين من غزه او حتى سمحت لهم لا مؤاخذه يعدوا من عندك من مصر احنا هنلاقي طرق تانية نوديهم لكم بيها. على طول راح رد عليه الرئيس السيسي وقال له مصر مش هتشارك في اي مطلب يضيع حق الشعب الفلسطيني، ومش هنتنازل ابدا عن حق الشعب في انه يبقى عنده سياده كامله على الضفه وعلى القطاع، وده طبقا للقرارات الدوليه على الحدود لسنه 67. راح رادد عليه على طول ترامب وقال له انت كم متخاطر بالمساعدات الامريكيه، والمساعدات دي بقت اهم دلوقتي بالنسبه لكم بكتير بعد التهديدات اللي لما تحصل لقناه السويس. راح على طول الرئيس السيسي مديها له في وشه في المقص، قال له من الاخر كده لو قطعتوا المساعدات عن مصر احنا هنعيد النظر بالكامل في اتفاقيه السلام وممكن نلغاها خالص، ونفس الكلام لو حاولتوا تعترفوا بسياده اسرائيل على الضفه الغربيه اديله يا رئيس تحت العربيه. راح ترامب هدك وحب يغريه، قال له لو وافقت تستقبل سكان غزه اللي عايزين نهاجروا هننزل عليك بالمساعدات بالمليارات والدولارات، لكن لو لعبت بقى بمعاهده السلام هتلاقي نفسك في مواجهه مباشره على طول مع امريكا. وهنا بقى راح الكاتب يوئيل التابع لدوله اسرائيل قال لك ايه؟ قال لك السيسي ما اكتفاش بس بالكلام، ده نفذ على طول ورد بالافعال على الارض، نزل قوات عسكريه باعداد كبيره جدا في سيناء وكمان اسلحه ثقيله، وبكده هو كسر القيود اللي كانت مفروضه على مصر في اتفاقيه السلام. يا سلام يا سلام، شفتوا يا جدعان جريده من قلب اسراء نفسها اما تقول ايه؟ مصر قالت لا وقالتها قدام امريكا وبالافعال مش بالكلام. يا تفتخر ببلدك يا وجيش بلدك. مصر لما بتقول كلمه الدنيا كلها اما تيجي في مكانها. يلا على ترامب والنتن وفي دماغهم وشيروا لهم وابعتوا لهم.